من تحالف غير وجه أمريكا إلى صدام قد يقلب المشهد السياسي، محطات مثيرة وتقلبات عاصفة في علاقة الرئيس والملياردير دونالد ترامب وإيلون ماسك. العلاقة بين الرجلين بدأت بتحفظ وفتور قبل انتخابات عام 2016 لتتحول إلى تحالف سياسي قوي خلال رئاسة ترامب الثانية، ثم الخصومة العلنية والصراع السياسي المفتوح. فمع ترشح ترامب للرئاسة للمرة الأولى، صرح إيلون ماسك بأنه لا يرى ترامب مناسبا للرئاسة، وأن شخصيته لا تعكس صورة جيدة عن الولايات المتحدة، متخذا صف منافسته هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016. لكن بعد فوز ترامب بالرئاسة، عين ماسك ضمن مجالس استشارية اقتصادية إلى جانب قادة أعمال آخرين. وبعد أشهر استقال ماسك من هذه المجالس بعد قرار ترامب الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ. وأكد الملياردير الأمريكي أن تغير المناخ حقيقي، والانسحاب من اتفاقية باريس ليس في صالح أمريكا أو العالم. وبعد 3 سنوات شهدت العلاقة انفراجة، جاءت الخطوة الأولى فيها من جانب ترامب، الذي أشاد في يناير 2020 بماسك، واصفا إياه بأحد عباقرتنا العظماء وشبهه بتوماس أديسون. وفي مايو عام 2022 أعلن ماسك أنه سيعيد حساب ترامب على إكس إذا أصبح مالكا للمنصة. وتحسنت العلاقة بشكل ملحوظ مع بداية الحملة الانتخابية لترامب للترشح لولاية جديدة. وعقب محاولة اغتيال ترامب في يوليو 2024 أعلن ماسك دعمه الكامل له، بل وأوصى باختيار السيناتور جي دي فانس نائبا للرئيس، وهو ما تحقق لاحقا. وأصبح ماسك من أبرز داعمي ترامب السياسيين، وتبرع بأكثر من 200 مليون دولار لصناديق دعم ترامب، ووصف نفسه بالصديق الأول للرئيس. وبعد وصول ترامب للبيت الأبيض، أصبح ماسك شخصية شبه دائمة في محيط الرئيس، وتولى دورا استشاريا واسع التأثير لتقليص النفقات والبيروقراطية الحكومية بقيادة الكفاءة الحكومية. لكن الخلافات سرعان ما دبت بين الحليفين. ففي مايو عام 2025 بدأ الشرخ يظهر عندما عبر ماسك عن استيائه من مشروع قانون الإنفاق المعروف بالقانون الكبير والجميل، معتبرا إياه كارثة مالية مشينة مليئة بالمحسوبيات. وانتقد تحديدا إلغاء حوافز الطاقة النظيفة وتقليص الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، ما يضر مباشرة بمصالح شركة تسلا. وبعد شد وجذب أعلن ماسك انسحابه الكامل من إدارة الكفاءة الحكومية للتركيز على تسلا، وذلك بعد شهور من تراجع أرباح تسلا وهجوم إعلامي حاد بسبب تورطه في السياسة. ودخل الرجلان على أثر هذا الخلاف مرحلة الهجوم الإعلامي والسخرية وكيل الاتهامات. وأعلن ماسك أنه سيبدأ إجراءات تشكيل حزب جديد في الولايات المتحدة ينافس الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في حال تم تمرير القانون الجديد، وهو ما إن حدث سيغير وجه السياسة الأمريكية التي تقوم على حزبين رئيسيين لا تتوفر لحزب ثالث الإمكانات لمنافستهما.